السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة كده معايا فيديو الحمام بكل تفاصيله وبأدق الدقة بالنسبة لتنظيف الحمامة وإيه وحشوها وسواها وتحميرها، كل حاجة عن الحمام النهاردة معايا. ده كده بنضف قلب الحمامة كده، بشيل الحاجات الوحشة كده بالسكينة. الحاجات دي أنا مش عارفة ايه هي، بس يعني مش بتبقى ألطف حاجة. وخلي بالكوا يا جماعة، ما شاء الله اللهم بارك، الحمام بتاعي كان مسكر عسل كده علشان انا مربيه في البيت. وهنا بصوا كده بحاول افتح بطن الحمامة كده بالراحة، اللي هي حتة ايه، فصل الجلد بتاع الصدر ده عن اللحم نفسه، علشان خاطر لما تيجي تحشيها هي بقى ده ايه اللي بيخلي الحمامة كده بتبقى محشية كده ومعبية. هي اصلا بتبقى الحمام صغير، بس انتي بتوهمي اللي قدامك ان هو كبير قوي بالحشوة. بصوا، بحاول كده ايه صباعي كده بالراحة بكل حنية كده، علشان جلد الحمام اصلا رقيق جدا وممكن يتقطع من اقل حاجة. زي ما انتوا شايفين كده معايا، بصوا هنا الجلد بتاع زورها انا بنضفها كويس. بصوا ده هنا الزور، وكان في حاجات بقايا حاجات كده. بصوا بنضف كده واحدة واحدة معاكم. بشيل بقى كل الحاجات اللي ايه اللي هي مش حلوة خالص. طبعا بيتغسل غسل كويس جدا، بنغسله يعني ما شاء الله غسيل ايه، كأني بتغسلي حاجة كده ما بتنضفش، لحد ما بتخليه زي الفل كده. كده بص نضفت كده ايه زوره وبطنه وكل حاجة، وشلت الحاجات اللي بتترمي. ده كده ايه شكل الحمامة عندي. هغسل بقى الحمام بتاعي الكمية بتاعته كلها. بصراحة هي واحدة بس اللي نضفتها معاكم كده، لاني يعني مش هينفع اصور من الاول للاخر فهيبقى فيه حتة زهق قوي. هنا كده كان كمية الحمام بتاعتي كلها معايا. بعد ما اتغسلت واتنضفت بالطريقة اللي انتوا شفتوها، هعمل لها بقى محلول نقع. محلول نقع ده بيطلع اي زفارة، وبنقعه فيه لتاني يوم. فلفل اسمر، قرفة، 7 بهارات، سكر، ورق لورا. ده يا جماعة، وده بصلاية كنت ضربها في الخلاط عشان اطلع الطعم بتاعها للنقع. بتبقى ايه لو في اي زفارة تطلعي كل الكلام من الزفارة دي في قلب الايه محلول النقع ده. بسيبه فيه لتاني يوم بصراحة. هنا كده بصوا، هقلب كل الكلام ده كده في بعضه، واسقط الحمام واحاول بقى ايه اخليه يشرب من محلول النقع ده، عشان لو في اي دم، في اي زفارة، في حتت انا معرفتش مثلا نوصلها، في حتة دم لازقة في مكان معين، فمحلول النقع ده هينضف لي كل الحاجات دي. هنا كده بصوا بقى ايه بسقط الحمام كده وبحاول ايه اغرزه كويس في قلب الايه محلول النقع. كان كده كمية الحمام بتاعتي كلها ايه بحاول كده انقعها. بصوا، وهسيبها بقى لتاني يوم. هنا بقى ايه الكبد والقوانص بتاعت الحمام دي، بصلاية خرطتها كويس، قطع صغيرة قصدي، فلفل اسمر، قرفة، 7 بهارات كده. ايه دي تتبيلة للكبدة. الكبدة دي انا غسلاها في ايه، في ملح وخل وسكر، بيطلع كل الزفارة منها كده. انا غسلتها كويس وصفتها من ايه من المية اصلا. وهقلب بقى كل الكلام ده، وهرجع بالكبد والقوانص بتاعت الايه الحمام، وهجيب بقى كبد وقوانص من بتاعت الفراخ اكمل بيها كمية حشو الفريك، لان انا هحشي بالفريك وبالكبد والقوانص. كده كان الكبدة بتاعتي خلاص. هنا بقى كان تاني يوم اتنقع ده ليلة كاملة، هصفيه وهغسله طبعا من محلول النقع ده. وده الفريك بتاعي هنقعه بعد ما نقيته، هنقعه بتاع ايه مثلا ساعة عقبال ما اجي اعمل. هنا بقى دي طاسة سخنة على النار، حطيت فيها زيت. دي بقى الكبدة بتاعتي، حتى انا جبت ايه نص كبد وقوانص من بتاعة الفراخ. بص بقى هسخن الزيت قوي في الطاسة، وهطش كل الكلام ده ايه على في الزيت. انا طبعا في حاجات ما اتصورتش، معلش يعني عذرا، ان شاء الله نبقى نعمله مرة تانية. وده الفريك بتاعي بعد ما اتنقع صفيته من المية، هشوحه كده بمعلقة زيت او معلقة سمنة زي ما انتي ما تحبي، متوفر عندك في بيتك مفيهوش اي مشكلة خالص. هنا الكبد والقوانص زودت لها بقى ايه نص كده ايه قرن فلفل الوان اصفر ونص احمر، وهحط كل الكلام ده كده بايدي وهقلبه.
وهسقي بقى كل الحاجات دي تستوي. بصوا هسقي يعني ايه بمية عادية، مش هسخن مية ولا شوربة ولا الكلام ده خالص. بصوا من الازازة عادي خالص اهي. وطبعا بقى هحيق بالملح واسيبه يستوي، مش سوا كامل، نص سوا او فوق النص سوا بشوية، علشان الحمام بتاعي زغليل مش هيعوق اصلا، هيستوي على طول كده. بصوا الحمام بتاعي كده الفريك بتاعي استوى، حشيت الحمام بتاعي، خليت واحدة او اتنين بس بصراحة هما اللي هحشيهم معاكم. بصوا هنا ما شاء الله قفلته كويس، والحمامة بصي بقت شكلها عامل ازاي، حتى اللي جلدها اتقطع مني او رقبتها مهرية مفيش مشكلة لكل الكلام ده. ولو وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة مطبخ السعادة، ويا رب تكونوا دايما في سعادة، ومن سعادة لسعادة لسعادة اكبر على قلوبكم كده. بصوا بحشي ما بين الجلد والصدر، اللي هو ايه انا اصلا بصوا انا لقيت ريشة كده شلتها مفيش مشكلة عادي، بحشي ما بين الجلد والصدر كده اللي هو ايه. هو ده اللي بيخلي شكل الحمامة كبير كده وضخم، وحمامة واحدة بتكون مشبعة. بالنسبة للناس اللي يعني فاهمين طبعا انا بتكلم عن ايه، اللي بيفهموا في اكل الحمام دول بقى ايه اساتذة يعني. فبالالف هنا والشفا يا رب لكل اللي كل منه. وكده بصوا بحشي كده بقى انا حشيت صدرها لحد رقبتها، كده حشيتها كويس بالفريك. وكده هرجع اعمل ايه بقى، هقفل الحمام بتاعي. هو يعني بصوا كده يعني ايه بقفل الرجلين عكس بعض، هو خلاص قفل ومش لازم اخيط ومش لازم اعمل بخلة. هي ما شاء الله اول ما نزلت الشوربة المية السخنة على طول اتمسكت على طول. دي بقى حلة فيها مية سخنة، فيها بصلاية، فيها ورق لورا، ملح، حبهان، طماطماية، جزراية، كل الحاجات اللي ايه اللي تسكر الشوربة كده وتدينا لون حلو. دي في واحدة فتحت مني بس ايه انكمشت الحمد لله على الحشوة، ما لقيتش اي حاجة في الشوربة يعني. ولما تيجي تسقطي اي حاجة حمام ممبار تحطي من الحتة المفتوحة الاول عشان تنكمش على طول على الجلد، ينكمش على الحشو. وهنا كده بعد ما استوى وبألف هنا والشفا لكل اللي كان منه. بصوا شكله كان تحفة، واللهم بارك كان طعمه برضو تحفة. وانتظروني في فيديو جديد واقول لكم باي.